كم مرة سمعت جملة أنا هاعمل كذا وكذا علشانِك، ده خلاص بقى ده وعد شرف وبعدها ما فيش حاجة حصلت، بتفضلي مستنية ومتعلقة بالأمل لكن بتكتشفي إنه مجرد كلام. طب ليه بيوعدِك وما بينفذش وإزاي تتعاملي مع ده؟ ده اللي هنتكلم عنه في فيديو النهارده. لكن خلّينا مبدئيًا نتكلم على أول حاجة كده، يا ترى إيه هي الأسباب اللي تخلّيه يوعدِك وما بينفذش وعوده؟ الحقيقة إن الأسباب ممكن تكون كتير، لكن خلّينا نتكلم على أشهر الأسباب واللي منها رقم 1 الخوف من مواجهتِك أو خسارتِك. ممكن يكون الشخص ده عارف إنه مش هيقدر ينفذ وعوده ليكِ، لكنه مش عايز يواجهِك بالحقيقة، فبيفضّل إنه يرضيكِ بالكلام. يعني زي مثلًا الشخص ده لمّا ييجي يقول لِك كده هنتجوز قريب، لكنه هو عارف إن هو مش مستعد ماديًا ولا نفسيًا للجواز، لكن في نفس الوقت مش قادر يعترف لِك بده. رقم 2 حُب التقدير والذكورة. بعض الناس بتحب تظهر كده بشكل مثالي أوي، بعض الناس بتحب تظهر إنها قادرة قدّام اللي بتحبهم إن هي تعمل كل حاجة وإن هم أشخاص مثاليين وقادرين على كل حاجة. يعني ممكن الشخص اللي يكون معاكِ ده بيوعدِك بأي حاجة علشان يحس إن هو مهم في حياتِك وخلاص، وده زي لمّا ييجي يقول لِك كده هافاجئِك برحلة قريب، لكنه في الأساس هو لا خطط لأي رحلة ولا خطط لأي حاجة، هو بس عاوز يشوف رد فعلِك المبسوط منه. رقم 3 التسويف والتكاسل، لأن في ناس طبيعتها كده بتحب تأجل أي حاجة حتى لو كانت نيتها صافية، فممكن يكون عنده نية فعلا إنه ينفذ وعوده ليكي لكنه دايما بيقول لك بكرة، الأسبوع الجاي، طب حاضر لما أكون جاهز. دايما في تسويف في الكلام. رقم 4 التلاعب بالمشاعر، لأن بعض الأشخاص بيستخدموا المشاعر كأداة للسيطرة. يعني ممكن الشخص اللي معاكي ده يكون واحد من الناس دي، يعني يحب يعلّقِك داخل العلاقة عن طريق الوعود، لكن بدون نية حقيقية لتنفيذ أي وعد، وعلشان كده تسمعي منه كلام زي أنا هاتغيّر علشانِك، لكن كل مرّة بيرجع لنفس التصرفات. طيب بعد ما عرفنا أهم الأسباب الموجودة اللي بتخلّيه يوعدِك لكن بدون ما ينفذش وعده، نيجي لسؤال مهم، إزاي تعرفي إن وعوده دي مجرد كلام ومش هتتنفذ ومش هتتحقق؟ هتلاقي إنه بيكرر نفس الوعود بدون تنفيذ. يعني لو دايمًا بيسمّعك نفس الكلام بس ما فيش أي خطوة لقدّام يبقى لازم تخلّي بالك. هتلاقي برضه كلامه كتير وأفعاله قليلة، دايمًا يقول لِك هاعمل كذا وكذا بس ما بيعملش، فراقبي سلوكه مش كلامه. وده طبعًا يخلّي عنده أعذار كتير هتسمعيها، زي مثلًا كنت مضغوط، حصل ظرف، أصل ما لحقتش، الشغل ضغطني. كلام كتير وأعذار كتير هتسمعيها، وده يخلّيه يلجأ لأسلوب قلب الترابيزة عليكِ لمّا تواجهيه. يعني بدل ما يعترف لِك إنه مقصّر مثلًا، يحاول يلومِك ويسمّعِك الكلام أنتِ مستعجلة، أنتِ دايمًا مش واثقة فيّا، أنتِ كده ضاغطة عليّا. طيب نخلّينا لسؤال مهم تاني، إزاي تتعاملي مع شخص بيوعدِك وما بينفذش وعوده ليكِ؟ رقم 1 واجهيه بهدوء، لكن برضه خلّي كلامِك كده يكون حازم شوية. يعني بدل ما تواجهيه بعصبية، جرّبي تقولي له أنا ملاحظة إنك بتوعد بحاجات كتير بس التنفيذ مش بيحصل، إيه رأيك لو نكون واقعيين ومنطقيين أكتر؟ رقم 2 لازم تحطّي حدود واضحة، وما تفضليش تصدّقي كل وعد بسهولة، لازم يبقى في أفعال تثبت الكلام. علشان كده لازم تطلبي منه تفسير لعدم تنفيذ وعوده، وتخلّي عندِك رَد فعل لعدم تنفيذ وعوده معاكِ. رقم 3 ما تعتمديش عليه في القرارات المهمة، بمعنى لو إن هو مش ملتزم بوعوده يبقى ما تبنيش مستقبلِك على كلامه. رقم 4 إذا كان بيحاول يتحسّن والّا مجرّد بيجدد وعوده، هل في فعلًا تحسُّن ولو بسيط والّا كل مرّة بيرجع لنفس الأسلوب؟ لازم تخلّي بالِك من ده. رقم 5 خُدي قرارِك، لو استمر الوضع زي ما هو يبقى والشخص ده مستمر بيكرر نفس النمط بدون أي تغيير، يبقى لازم تسألي نفسِك هل ده فعلًا الشخص اللي ينفع تعتمدي عليه في حياتِك والّا لأ؟ وفي النهاية العلاقة السليمة مبنية على الفعل مش الكلام، الوعد مالوش قيمة لو ما كانش وراه تنفيذ. فلو حاسة إنِك دايمًا بتستني حاجة ما بتحصلش يبقى لازم تعيدي التفكير في العلاقة دي.